السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. هذه الحلقة إن شاء الله تكون بعنوان أين إنجيل المسيح؟ في الحقيقة أن النصارى تركت إنجيل المسيح وذهبت إلى إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، لكن يسوع يتكلم عن إنجيل خاص به في الكتاب المقدس، وبولس يؤكد هذا الكلام وبيقول إن المسيح له إنجيل. يعني مثلا على سبيل المثال نجد في مرقس 16-15: وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. هذا كلام مين؟ هذا كلام على لسان مين؟ على لسان يسوع. يبقى يسوع بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على إنجيل خاص بيه. مرقس 13-10: وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. ينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. يعني إيه؟ يعني بدعوة إن هم ينشروا إنجيله في كل الأمم. تمام؟ يبقى هنا كلام على إيه؟ إنجيل خاص بالمسيح. متى 26-13: الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم. يبقى الكلام ده على لسان مين؟ على لسان يسوع، وهو بيقول إن في إنجيل خاص بيا. يسوع بيقول إن في إنجيل خاص بيا. حتى الكلام على لسان بولس يؤكد كلام المسيح. كورنثوس الثانية 2:12: ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل الإنجيل المسيح. لأجل إنجيل المسيح. يبقى بصراحة ذكر بولس أن في إنجيل اسمه إنجيل إيه؟ إنجيل المسيح. غلاطيا 1:6: إني أتعجب إنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. بولس بيقول أن النصارى تركت إنجيل المسيح وذهبت إلى أناجيل أخرى، وفعلا اللي موجود أن النصارى لا تتعبد بإنجيل المسيح، ضيعوا إنجيل المسيح ويتعبدوا بإنجيل لوقا وإنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل مرقس. نص آخر على لسان يسوع في مرقس 10:29: فأجاب يسوع وقال الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل. يبقى إيه؟ بيتكلم يسوع على إنجيل خاص بيه. النصارى مع كل الطرح ده ومع كل النصوص دي تقول لا، إنجيل يعني البشارة. والأمر الغريب جدا اللي النصارى بتروجوا ان يسوع ما كانش ليه انجيل، وان كلمة انجيل يعني البشارة. فاحنا بنستغرب جدا وبنستعجب، طيب ما كلمة الانجيل اللي موجودة وقرأناها الان لماذا لم يترجمها المترجمون الى كلمة البشارة؟ مش هي بتاعن البشارة؟ طيب تكتب البشارة او تكتب الخبر السار زي ما النصارى بتقول. في كل النسخ العربية، الفان دايك، الكاثوليكية، ترجمة الحياة، العربية المشتركة، الأخبار السارة، البوليسية، اليسوعية الحديثة، كل النسخ دي بتكتب الإنجيل، إنجيل المسيح، ولا تذكر كلمة البشارة. طب ليه المترجمون ما كتبوش كلمة البشارة أو الخبر السار بدل ما يكتب كلمة إنجيل وهي كلمة غير عربية؟ كلمة إنجيل كلمة غير عربية. طيب الإجابة سهلة جدا، لأن كلمة إنجيل اسم علم. إنجيل المسيح اسم علم لا يترجم، ده كتاب. يترجم ازاي؟ مش بمعنى بشارة. لو كان معناه البشارة كانوا ترجمون البشارة أو الخبر السار، ولكن إنجيل اسم علم. إنجيل اسم علم. طيب ده أول نقطة. النقطة الثانية من هذا النص في رومية 1:16 هنقول إن الإنجيل ده إنجيل كتاب وفيه نصوص مكتوبة. إزاي الكلام ده؟ رومية 1:16: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. آدي إعلان عن إنجيل اسمه إنجيل المسيح.
لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودية أولا ثم لليوناني، لأنه فيه معلن بر الله. يبقى الكتاب الإنجيل المسيح فيه إيه؟ فيه إعلان عن بر الله، والإعلان لازم يكون مكتوب. طيب بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. كما هو مكتوب فأما البار فبالإيمان يحيى، يعني إيه؟ يعني مكتوب في هذا الإنجيل نص اسمه أما البار فبالإيمان يحيى. النصارى تقول لا، كلمة مكتوب لا تعني الكلام المكتوب في إنجيل المسيح، لأن إنجيل ليست إلا بشارة. طيب نقول لهم طيب هاتوا لنا جملة أما البار فبالإيمان يحيى من العهد القديم، لأنهم بيقولوا إن كلمة مكتوب تعني العهد القديم. لو احنا بحثنا في كل العهد القديم عن كلمة أما البار فبالإيمان يحيى مش هنجد هذه الجملة أبدا. يبقى كلمة كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى لا تعود على العهد القديم، إنما بتعود على إيه؟ بتعود على كتاب آخر مكتوب فيه أما البار فبالإيمان يحيى. طيب أين هو هذا الكتاب الآخر؟ هذا الكتاب الآخر هو إنجيل المسيح. يبقى احنا كده أثبتنا إن في إنجيل باسم المسيح ذكروا المسيح نفسه وتكلم عليه بولس، وهذا الإنجيل فيه نصوص مكتوبة، والنصارى تنكر وتقول أنها ليس كلمة الإنجيل تعني كتاب ولكن البشارة. ونكون إن شاء الله نتمنى أن احنا نكون يعني أوفقنا في هذا الطرح. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.